نيمت العيال والدنيا هدوء. تعالي نعمل نوتيلا بقى. بصي بمكونات عندك وحاجات عندك في البيت ان شاء الله. جبت البلع، شلت القشرة وشلت النوايا. كوباية لبن جبتها وحطيتها في الخلاط. شوية فانيليا صغيرين جدا. هجيب البلح اللي انا قشرته واحطه في الكوباية. طبعا قاعد يتكب حواليها ومش عارفة املك كوباية كويس. مفيش مشكلة ولا اكني شايفين اي حاجة. هنقوم جايبين الكوباية ومالينها كده ونحطها في الخلاط. بس انا عايزة البلحية اللي هي سايحة عشان مش هحط خالص سكر. اللي عندهم سكري بقى واللي مش بيحبوا الحاجة مسكرة، هعمل لكم نوتيلا من غير سكر خالص. السكر عندنا اللي هو البلح. تمام. فرمت البلح كده حلو مع اللبن، فرميه ناعم قوي على قد ما تقدري. هاخد من المكونات ديت كوباية واحدة بس، والكوباية التانية ممكن تزودها لبن او تزودها مية وتشربيها عصير عادي. عصير بلح جميل جدا. خدت كوباية وقمت حطاها في الخلاط وحطت عليها حبة لبن صغيرين. مش عندك لبن زودوا مية مفيش مشكلة، بس المهم عشان تخف شوية. جبت كمان فول سوداني مبشور زي ما حضراتكم شايفينه كده. انا شارياه بالمنظر ده على فكرة، ما طحنتوش. وكمان جبت باكو بسكوت. لو مش عندك لا ده ولا ده مفيش اي مشكلة، بس بصراحة بتفرق جامد. باكو البسكوت ده بتفرق جامد، وشوية الفول السوداني المبشورين دولت بيفرقوا جامد. اطحنيهم كده على قد ما تقدري وحطيهم بقى في الخلاط. يا جماعة المكونات لو حطيتها كاملة زي ما انا قلتلك عليها كده طعمها جميل جدا. نوتيلا طعمها حلو قوي قوي قوي. حطي بقى الزيت والكاكاو، معلقتين كاكاو حلوين كده. ده كاكاو بتاع ماي واي المحلى، مش سادة بصراحة. تمام. لو عايزة تحطيه خام حطيه، مفيش اي مشكلة. بتحبي الحاجة مسكرة قوي حط كمان 3 معالق سكر. بس انا عاملاه من غير سكر خالص. بس زي ما انت عاوز، عندك اطفال بيحبوا السكريات زود السكر وحط سكر. انا حطيت بدل السكر بلح. تمام كده. اولادك طبعا ما يشوفوش، لو انت شافوك وانت عامله المكونات دي وهم صاحيين مش هيحبوا ياكلوها عشان البلح مفروم. ممكن في عيال بتقرف. لكن بجد بجد بامانه والله العظيم حلو جدا. النوتيلا دي طعمها حلو قوي ومفيده جدا. وكمان انا عاملاها من غير سكر، بس اللي يحب يحط سكر يحط، مفيش اي مشكله. واللي مش عايز يحط زيت كتير يحط 3 معالق زيت. حلو جدا وشكرا ليكم.